مساء النور، مساء المحبة، مساء الود. تحية طيبة لكل الإخوان وأخواتي عبر قناتكم المدينة برو. دائما معكم في هذه الحلقة أخوكم هشام. في هذه الحلقة هذه غادي نتكلموا على حول المساعدات الجزائرية اللي قدمتها لسوريا. أشنا هي هذه المساعدات وكيفاش دازت؟ يعني مساعدات، ملي تنقولوا مساعدات يعني راه كلنا كنعرفوا المساعدات اللي كتكون لسوريا دابا حاليا. اشنو فيها الزلازل او فيها الزلزال، هي وتركيا. هو الزلزال الاعنف اللي ضرب سوريا وتركيا، يعني باقي دابا في انتشار الجثث والاطفال المتشردين، وتشردوا عائلات وتشردوا. الجزائر رسلات سيدي مساعدات. هاد الدار الكبيره الجزائر، هاد الشنقريحه وهاد التبون الجزائري، هاد التبون بخنونه، قال لك اسيدي بغى يرسل مساعدات لمن؟ لسوريا، للاشقاء السوريين. بل ارسل مساعدات وهي 2 أطنان من المخدرات عبر طائرة من مطار الجزائر إلى مطار حلب. كنلقاو 2 أطنان من المخدرات كترسل لمن؟ ماشي الشعب السوري، لنظام بشار الأسد. تبون طلع ما ساهلش. سي شنقريحة، سي حضارة شنقريحة كيساعدوا نظام بشار الأسد واستغلال هذه الفاجعة الإنسانية اللي كيمر منها الشعب السوري في تمرير 2 أو 2 أطنان من المخدرات لنظام بشار الأسد. عائلات شردهم، والآن نظام الجزائر الذي يتصدق بالعروبة واللي كان عقد واحد القمة عربية مؤخرا تحت عنوان لم الشم العربي. لميتي الشمل ديالك نتايا بعد السي لا أخبث ممن أنزل الله على وجه الكرة الأرضية. هكاك تستغلوا هذه الفاجعة الإنسانية اللي كيمر منها الشعب السوري والشعب التركي. لاش؟ باش تمروا 2 أطنان من المخدرات لنظام بشار الأسد. عاونوا الأشقاء ديالكم على الأقل بعدا ولو بكلمة طيبة، حتى لما سطوش باش تعاونوهم، عاونوهم بالقلوب ديالكم، بالصلاة ديالكم. إلا كانت عندكم شي صلاة بعدا وكانت مقبولة، مرة ما عندكم لا دين لا مذهب لا هم يحزنون لا والو. هذه هي القوة الضاربة في المنطقة. قدموا مساعدات على قدر المستطاع، مثل ما فعلت بعض الدول الشقيقة والعربية، مثلا المملكة المغربية، مثل قطر، السعودية، الكويت، جميع الدول بكل ما فيها. يعني راك كتعاون أشقاء ديالك، راه خوتك مسلمين، وانت سير هما برك عليهم على الزلزال اللي ضربهم، انت بالك تبغي تضربهم انت بجوج اطنان ديال المخدرات. السي التبون، السي بخنونه، بغيتو تضربهم انت بجوج الاطنان ديال المخدرات وما مشيتيش كتعاون في الشعب السوري، كتعاون في نظام البشار ومصيبتها بشار الاسد. ما صراحه بهدلتو بالشعب الجزائري وانزلتوه الى قمه الحضيض. على الاقل بعدا شدوا غير يديكم يا سيدي. يا سوريا قالوا لكم ما سيدي ما بغيناهاش منكم، واعطيونا عبد اتساع وما تعطيوناش، وعارفينكم نظام خبيث، نظام موالي للنظام طهران وللنظام الإيراني، نظام دول محور الشر منهار. بارك عليهم هي هذه الفاجعة اللي عندهم. وفينك السي بونيف، وفينك السي حفيظ الدراجي، وبانوا ايوا هضروا على هاد الفضيحة الكحلة. السي بونيف يمكن لك تجي وتشرح لنا مثلا على هاد المهزلة هذه. من قبل كنتو كتقولوا بأن الجزائر ما عمرها ما تكون قادة مع فرنسا، وما عمرها غترجع العلاقة مع فرنسا حتى تعتذر لنا فرنسا.
والله ما عمركم ما تشوفوها، وقالها لكم أصلا، قالها لكم الرئيس الفرنسي، يعني حرفيا، وقال لكم السفير الفرنسي حرفيا، قال لك علاش حنا غادي نعتذروا لهاد الجزائر هادي، ولا علاش اشنو. الجزائر راه ولايه فرنسيه تابعه لامها فرنسا. واش كاين شي واحد تيفرق امه؟ راه ما يمكنش. وقلتو كذلك حتى ترجع لينا الجزائر الجماجم. جماجم ديال من؟ ديال هذوك اللي كتسميوهم نتوما المجاهدين، مليون مجاهد او مليون شهيد. راه دايرهم فرنسا في واحد المتاحف وباركه تتمنطر عليهم. ونهار طلبتوهم السي التبون السي شنقريحه وقلتوا ليهم صيفطوا لينا، شرطات عليكم واحد الشروط. اشنا هي؟ قالت لكم شوفوهم ويرجعوا لينا، ما تخليوهمش عندكم. ووقفتي وقرضفتي انت والسي التبون، وكيدوزو من قدامكم الجماجم في دوك الصنادق ديال الاموات. وفي الاخير شكون هما هذوك الجماجم؟ والله نكته للتاريخ ضحكت عليكم فرنسا من المزيان. تصابوا بانهم جماجم فرنسيه، ماشي حتى شي، ما فيهم شي جمجمه ديال شي واحد جزائري بالضبط، ولا جمجمه، كلهم جنود فرنسيين. كرهم قالوا لك هاك قردف لسيادك اللي ركعوك، والسي شنقريحه والسي الحضاره ولا ما عرفت سميتكم، هذوك راه ماشي جماجم ديال الشهداء الجزائريين، هذوك راه جماجم لجنود فرنسيين دازوا في الجزائر تما. ايوا قلتو ما غاديش نرجعوا العلاقه مع فرنسا حتى تعتذر لينا. علاش بغات تعتذر؟ تعتذر لكم على الجماجم، تعتذر لكم على الاستعمار 100 سنه، تعتذر لكم على الاغتصابات، تعتذر لكم على النهب ديال الثروات والنفط والبترول، باقي الى يومنا هذا. واليوم اش خرج السيبوني في هاد اليومين؟ اش تيقول لنا بان المروك بيخسروا لنا علاقتنا مع فرنسا. الله يا ودي، لا سيدي الله يربحك، لا. المغرب فضا مع فرنسا، سالينا معاه. يا كنتو كتعيطوا للسفير الجزائري اللي كاين في فرنسا، علاش كتعيطوا ليه؟ كتعيطوا ليه فقط من اجل التشاور يومين وكيرجع، هي من اجل التشاور، ماشي يسحب السفير نهائيا. شكون اللي كيسحب نهائيا؟ باش تسحب السفير ديالك نهائيا من دولة ما وتقطع العلاقة بالمرة وتغرس لهم الأنوف ديالهم في التراب، خصها تكون سميتك المغرب، خصها تكون سميتك المملكة المغربية، وعندك قائد وملك اسمه محمد السادس، وعندك وزير الخارجية اسمه ناصر بوريطة اللي حنا تنقولوا ليه مول المقص، وعندك العضو الدائم لدى الأمم المتحدة السي عمر هلال اللي هو اللي كيسلخكم ويجلدكم جلدا وكيصيفطكم كتبكيو. وخصها تكون عندك السي فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اللي طير على جدبابكم النعاس، ولا لكم كابوس في الجزائر. بالكين تضحكوا على عباد الله، كون عاد تضحكوا على الشعب ديالكم، نطوا دابا بغيتو تضحكوا على شعب سوري. اش دار لكم هذوك تفرقوا وعطيهم بالاتساع؟ ماذا تنتظر من شعب يحكمه جنرالات؟ واش كاين شي واحد؟ واش بغيتي امك تسخط عليك؟ الا بغيتي امك فرنسا تسخط عليك راه هي ديرها. واش كاين شي واحد تيطلب من امك تعتذر ليه؟ ما كايناش. الا درتيها يعني راه انت مسخوط امك. كون راه اصلا ما تخليوش هذيك ياك عندكم واحد السيده مؤخرا مشات لفرنسا هاد السيمانه هادي، راه شفتوها راه بهدلاتهم، وهذيك ياك مطلوبه للعداله. ومنين مشات حرقات من الجزائر لتونس، ومن تونس مشات لفرنسا، وسعركم جبداتو ليكم. قال لكم المغرب قال الجزائر ردي لي سبتهم ليا، قلتوها ولا لا؟ كاينه، راه ما تنقولش انا شي حاجه من عندي. قلتو بانكم المغرب كون استنجد بكم او كون قال لكم
عاونوني في استرجاع سبتهم ليليا. قلتو في 60 او 62 62. يا قال لك واحد ضيف عندك وقلتو القوة الضاربة، وقلتو ايوا القوة ضاربة وكون فيكم هاد الشي كامل كديروه، ايوا جيبوا ديك السيدة اللي بالك تتغرق لكم دابا، نتوما ما قدرتو تجيبوا هذيك السيدة بعدا، ما بقى عاد حرر سبتهم ليليا. حروا غير النشيد ديالكم، النشيد الجزائري ديالكم حروه، لانه باقي تابع للسياده الفرنسيه وكاتبوا لكم عميل فرنسي، وهذا الشيء راه سبق تحدثت عليه في واحد الحلقه سابقه. يعني النخوه على الاخوه، صيفطت لكم ميريكان جندي ميريكاني، السي الحضاره ديال الشنقريحه هو اللي تعرض ليه، هو اللي مستقبله على الاقل. ياك انت جينيرال السي حضاره الشنقريحه، ياك انت جينيرال، ايوا هضر معاه شويه بالونجلي شويه من هكا، عاطينك ورقه مكتوبه باللغه العربيه وكتهضر فيها والله العظيم ولا كلمه قلتيها صحيحه، لا في الشكل ولا الاعراب. جاي تيقري فيك السي شنقريحه قال لك خصك تصيفط الجنود ديالك، صيفطوا الجنود، هذا راه امر كيامر فيك. المالي والنيجر بأن الجزائر لها تاريخ وحضارات وإنجازات وبطولات هادشي كله بالك تتسلو كاع على داك الجندي. داك الجندي راه أمريكان، هاديك راه قبل ما يجي عندك راه والله العظيم إلا عارفك كيفاش كتعشى وليكوش ديالك عارفة سميتها. الفيديو ظهر في قناة كرغولية جزائرية بأن هزيت واحد الفيديو ديال الإخوان مغاربة نساء ورجال من باب سبتة كيتقداو من باب سبتة هازين الكوليات وغادين كيدخلوا المغرب، طبيعة الحال كيتاجروا فيهم. هذه راه معروفة على الناس ديال الشمال بصفة عامة، عندك من تطوان، الناظور، المضيق، الفنيدق، الشاون، القصر الكبير، القصر الصغير، طنجة. وقلتو روجت ليه في الإعلام الجزائري بأن المغرب يطرد عقلوا على هذه الكلمة، المغرب يطرد الشعب ديالو من المنازل ديالهم من أجل بناء ملاعب رياضية. أنا هنا بغيت نوضح لكم أن هذاك راه باب سبتة ناس مغاربة ويهدموا لهم ديورهم ويبنيوا ملاعب رياضية. هذا الشيء راه من فعايل الجزائر أصلا، من فعايل البعرة والحمرة، هذا الشيء راه ديالكم. للتوضيح هادوك ناس ديال سبتة كيدخلوا تيتقداو من سبتة المحتلة، كيجيبوا الكوليات وكيعاودوا فيهم البيع. نتوما على من كتضحكوا؟ واش كتضحكوا على الكاف؟ مروجينا على اساس ان الكاف باش ما تعطيش المغرب استضافه كان 2025. واش بغيتوا تضحكوا زعما على الكاف؟ موتسيبي راه ديما كاين في المغرب، راه عارف التيرانات ديال المغرب، راه عارف سبته، راه عارف الباب ديال سبته، راه ماشي هو الشمال كامل جاري فيه، عارف ملاعب طنجة، عارف ملاعب الحسيمه، ملاعب. بغيتوا تضحكوا على موتسيبي وعلى الكاف وبغيتوا تضحكوا على هذاك راه غير باب سبتة فقط، فهمتي؟ تفاهمنا هنايا. البعرة الشعب القهوي ابو الصبع الزرق راه باب سبتة، هذاك ماشي مواطنين مغاربة كيخرجوا من ديورهم من اجل بناء ملاعب رياضية. كنتمنى فهمتيني، ولبس البردعة ديالك وسير بحالاتك. كنوجهوا واحد التحية لاخونا السي طه محمد، الله يخلي لكم العائلة مجموعة والله يخلي الوليدات والله يحفظكم، وكذلك عائلة الزرورة السي يوسف والوليدات ولالا بشرى، الله يحفظهم لكم، الله يخليهم، الله يعطيهم النجاح ويربيهم ان شاء الله على طاعة الله ورسوله. خويا شرف بمدينة الدار البيضاء، الله يحفظ لك الوليد ولالا خديجة، لالا بشرى اختي الله يحفظك بالديار الاسبانية بمدينة مالاغا. بشرى يعني اللي كنقول لها انا بشرى العزيزه، الله يخليك والله يخلي لك البنيه ديالك لاله ساره، والسي زرهوني ناس الجهه الشرقيه
جيت وجدة. تحية ليك من هنا حتى وجدة، ومن وجدة كذلك إلى الديار الفرنسية، أنت والعائلة الكريمة. إلى هنا سيدتي وسادتي كتنتهي هذه الحلقة ديالنا. ما تنسوش الاشتراك وديروا واحد لايك، خلوا لنا التعاليق ديالكم أسفل الفيديو. كنتم مع أخوكم هشام عبر قناتكم المدينة برو. مع السلامة.